السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة دايما يا رب. النهارده ريفيو سريع جدا جدا عن حاجة جديدة وطلع ترند قوي اليومين دول، خصوصا على الفيسبوك، اسمها كريستالة لإزالة الشعر. هنشوف مع بعض تجربة ليها دلوقتي. مش هقدر طبعا اعملها تجربة ليها انا على الفيديو. انا استخدمتها اول ما جت. هي لطيفة. مش بالسرعة المعتادة لأي جهاز لإزالة الشعر. ولكن هي بدون وجع نهائي. بتعمل زي مساج للجسم، ما بحسش وهو الشعر بيتشال مني بأي حاجة. غير ان هو ما بيطلعش بعد وقت سريع زي الشفرات. هي بتيجي في علبة كده من اول، دي كريستالة بيبقى في منها الوان كتير. دي الورقة اللي بتيجي ملحقة معاها. ده شكل العلبة كده على بعضها. من هنا فعلا تحسيها انها كريستالة او زي الحجر الكريستال كده. هي بتعمل بتقنية النانو. يعني حاجة كهربائية فيها هي ذات نفسها كده. ما فيهاش اي جهاز ولا اي حاجة جوه، هي عبارة عن القطعة دي بس. سعرها كام؟ سعرها 85 جنيه. فتعالوا كده نشوفها كتجربة على ايد بنتي. انا فهمتها ان انا بعمل لها مساج على ايديها، هي مش فاهمة بتاعت ايه برضو. فتعالوا كده نشوف. انا زي ما قلت لكم ان هي مش بالسرعة المعتادة لاي جهاز، لكن هي في العموم يعني كتقييمي ليها هنشوفه دلوقتي في الفيديو. تعالوا نشوفها كده على ايد بنتي. انا كنت بستخدمها بطريقه على ايديها مش صحيحه قوي لان ايديها صغيره. هي المفروض بتستخدميها بحركات دائريه، وبعد ما تخلصي بتغسليها تحت الميه عادي خالص بدون اي استخدام اي حاجه. حاولت اظبط لكم ايديها كده، يمكن التصوير مش واضح قوي لان هي اللي كانت ماسكه الموبايل، فمعذره يعني. بصوا انا خدت كده جزء من على جنب برضو عشان هي ما تحسش ان في اي اختلاف بين ايديها. جزء من على جنب كده بسيط فيه شعر، والشعر واضح على ما اعتقد في الفيديو اهو. فانا هاخد جزء بس زي صف كده اتعامل عليه عشان اوضح في الفيديو اذا كانت هي كويسه ولا لا، تجيبيها ولا ما تجيبهاش. انا قلت لك زي ما قلت لك تجيبيها، وهي تقدري تستخدميها افضل لو كان الشعر ذات نفسه خفيف. بس على ما اعتقد لو تقيل قوي، الشعر ذات نفسها تقيل قوي، مش هيبقى لها. هنا تصوير موضح فعلا بالفعل انها شالت الحته دي كلها، بقت نضيفه اهي جميله.